المنتخب المغربي الرديف كيحقق فوز مهم على المنتخب السوري وكيتأهل نصف نهائي كأس العرب قطر 2025. شنو هي التشكيله اللي دخل بها طارق سكيتيو في هذه المباراه وكيفاش جا الفوز ديال المنتخب المغربي والهدف الوحيد؟ اهلا بكم متابعينا الكرام. المنتخب المغربي حقق فوز مهم على المنتخب السوري في ربع نهائي كأس العرب وكيضمن التأهل لنصف النهائي. المنتخب المغربي بقيادة طارق سكيتيوي فهو دخل بالتشكيلة الآتية وبنفس الخطة اللي هي 4-4-2. فكنلقاو في الحراسة مهدي بن عبيد، في خط الدفاع حمزة المساوي، بوفتيني، مروان سعدان، محمد بولكسود. في خط الوسط كنلقاو وليد الكارطي، ربيع حريمات، امين زحزوح، والتغيير الوحيد فهو أسامة طنان مكان أنس باش. في خط الهجوم كنلقاو الثنائية ديال طارق تيسودالي وكريم البركاوي. المنتخب المغربي قدر يتأهل لنصف النهائي بفضل الفوز الصعب والثمين واللي جاء بهدف وحيد، بهدف يتيم، لكن كان بصعوبة كبيرة خاصة في الجولة الأولى. فيما يتعلق بالجولة الأولى فانتهت بالتعادل السلبي 0-0. يعني رغم السيطرة الكبيرة ديال المنتخب، كانت واحد السيطرة كبيرة، حاولنا نلعبوا بشكل كبير على العرضيات، لكن ما عطاتش واحد النتيجة. نقدروا نقولوا أنه المنتخب السوري فهو كان متكتل بشكل كبير، وكان يعني كانت عنده كثافة عددية في خط الدفاع. نقدروا نقولوا أنها هي اللي ما خلاتش المنتخب المغربي والهجوم ديال المنتخب المغربي أنه يتمكن ويسجل بعض الأهداف، رغم كما ذكرت انه كان واحد الاستحواذ كبير في الجوله الاولى. يعني تجاوز 60% للمنتخب المغربي، كانوا يعني تسديدتين مؤطرتين على المرمى ديال المنتخب السوري، الا انه رغم كل هذا ما كانتش واحد النتيجه وما كانش تسجيل الهدف من طرف لاعبي المنتخب المغربي. كما ذكرت الجوله الاولى فهي انتهت بصفر لمثله. المنتخب المغربي قام بإجراء واحد التغيير اضطراري في الجولة الأولى. إصابة المهاجم طارق تيسودالي، كانت عنده واحد الإصابة في الرأس، وبالتالي فتم تغييره وتعويضه باللاعب المهاجم وليد أزارو. يعني غير هذا في الجولة الأولى فما كانش شي جديد، ما كانش أهداف، وبالتالي نهاية الجولة الأولى بالتعادل 0 لمثله. البداية ديال الجولة الثانية كانوا مجموعة من التغييرات من المدرب طارق سكيتيوي، خاصة في خط الهجوم، وبالتالي حاول المنتخب المغربي أنه يبحث ويقلب باش يحقق واحد النتيجة إيجابية في هذه المباراة اللي يتمكنوا من تأهل كأول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب. نقدروا نقولوا أنه التغيير ديال وليد أزارو مكان طارق تيسوداري في الجولة الأولى فهو عطى النتيجة في الجولة الثانية، وأيضا التغيير ديال دخول الشويعر في الجولة الثانية فأعطى واحد الإضافة، خاصة وأنه كانوا بعض التسديدات سواء من ربيع حريمات ولا شويعر على المرمى ديال المنتخب السوري. فالمحاولة ديال الشويعر فهي جابت الجديد، كانت واحد التسديدة اللي ارتدت من الحارس، وبالتالي كملها اللاعب وليد أزارو وعطى هدف التقدم وهدف الفوز للمنتخب المغربي.